مساء الخير وحلقة جديدة من عدي يومك. الباك تو سكول أو سيزون الرجوع للمدارس، أنا كنت متخيل إن هو مهم أو هو عبء على الأمهات والطلبة أو حتى المدرسين. اكتشفت إن كلنا بنستعد لدخول المدارس، السنجل بيستعد لدخول المدرسة، بيشوف الزحمة هتبقى فين ويهرب منها. الراجل اللي كان رايح السوبر ماركت يشتري عادي أكله الطبيعي لقى كل الحاجات بقت لانش بوكس، ولقى كل الحاجات شنط مدرسة ولبس مدرسة. العالم بيتغير في الدخول أو في سيزون الدخول للدراسة. عشان كده أنا معايا مهمة جدا جدا جدا، قمر ياسين. ازيك؟ عامله ايه الاخبار؟ الحمد لله. ازيك؟ منوريني جدا. ميرسي جدا، ميرسي، متشكره. النهارده انا عارف ان انتي وبتحضري لدخول المدارس، والمدارس صح. بتدخل علينا، وفي نفس الوقت انتي بتشتغلي. انتي قلتي لي انك عملتي مشروعك في البيت عشان تبقي يعني صح. عامله توازن بين الدراسه وبين المشروع. صح. فقولي لي ايه الحكايه دي؟ اصلا فكره الشغل بتاعتي جت بناء عن فيروز بنتي. اخترت ان هي تكون من البيت علشانها، عشان اعرف ارتب بقى اولوياتي هي والمدرسه وبقيه الحاجات. الحمد فيروز لله. في سنه كام دلوقتي؟ فيروز دلوقتي في جريد 2. ما شاء الله. طبعا الترتيب بينهم هم كلهم صعب، خصوصا كمان في بيبي عزيز. الله. عنده 5 شهور، فبحاول ارتب بقى، وخصوصا نزول مواعيد مختلفة. وهو البيبي بيبقى نايم، في مواعيد نزول بقى للمدرسة مختلفة، في مواعيد رجوع مختلفة، مواعيد الأكل اتغيرت، مواعيد النوم اتغيرت. كل الحياة بتاعتنا بتتغير خالص في الفترة بتاعت المدرسة دي. طيب انت ايه استعدادك للدخول للمدرسة؟ يعني خلينا نقول احنا خلاص خلصنا سيزون الاجازة. انت بقى في شغلك، احكي لي يومك بيمشي ازاي او بتغيري ايه في يومك؟ استعدادك للرجوع للمدرسة بالنسبة لشغلي شوية بيتغير بشكل كبير قوي، تقريبا نصه بيتوقف لأجازة نص السنة أو أجازة آخر السنة، لأن برضو كل الناس بتبقى ظروفها زي ظروفي، بيبقوا برضو مهتمين بالسيزون بتاع المدارس، فما بيبقى السيزون أنا بتاعي كده خلص. فبوقف شوية. ولو بقى حاجات يعني حاجات ضرورية عادي، بحاول إن أنا بعد ما أنزل فيروز المدرسة أشوف أنا بقى يومي يبدأ. ولما فيروز تيجي المدرسة خلاص أنا تقريبا يومي بينتهي بقى، ونكمل يومنا مع فيروز عادي بقى. واجبات بقى، تغذية عشان الأنيميا والعيا والمعرفش بيحصل لهم كده ليه في المدارس وكده. يعني دي طريقة اليوم. طيب ده طريقة الاستعداد في الشغل. وطريقة الاستعداد مع فيروز بقى. أصلا أنا عايزة أقول لك على حاجة. موضوع السبلايز ده احنا بس اللي ما بنحبهوش، يعني الامهات هي بس اللي ما بتحبش موضوع السبلايز ده. مين تاني بنتي بتروح المدرسه طبعًا. عشانه. طبعا. يعني فيروز بتستنى المدرسه عشان تنزل تبقى هي الشخص المدير، هي اللي بتمشي قدامنا رايحه تجيب حاجه المدرسه، فاحنا كلنا بنمشي وراها. ما شاء الله. طب كلميني عن السبلايز ده. ايه اللي بيتحط في السبلايز؟ ايه اللي هم بيعملوه؟ انا والله مش فاهم. بص، بصراحه هو على حسب برضو كل مدرسه وطلباتها، بس بتبقى طلبات تعجيزيه، يعني تعجيزيه. مناديل كتير قوي، وهاند ووش كتير قوي، وحاجات رهيبه، ومعقمات، ومليون قلم رصاص، ومليون استيكه. يعني فعلا فعلا حاجات كتير قوي. وكل ماده لازم يكون ليها كل حاجتها بنفس لونها. يعني حتى الفايلات بنفس لون الماده. يعني فالموضوع OCD قوي. لازم ترتب الحاجات كده مع بعضها. وبنتي مش مرتبه خالص. يا فانت بتعملي العكس تماما. هي انا بفضل ارتب لها حاجتها دي، وهي تنعكشها كلها. بتيجي في اخر اليوم الفايلات فاضيه اصلا، الكتب لوحدها في الشنطه. ما شاء الله، ربنا يخليها لك. بس الموضوع يعني طيب خلينا نتكلم تاني عن انت خلاص انت قلتي لي ازاي بنوازن بين الشغل وبين فيروز. هي بس بتحتاج ترتيب في المواعيد، بتحتاج تحضير مسبق اصلا. ان قبل فتره دخول المدارس معروف المدارس امتى، لان مواعيدنا اللي هتتاخد ايام المدارس بتختلف يعني من قبلها بمده. مواعيد بقى اوردرات، مواعيد نزول اصلا لو هننزل نجيب حاجات للشغل. طب ما انت ما حكيتليش عن شغلك لسه. احكي لي انت ايه شغلك، بيتكلم عن ايه؟ انا شغلي حاليا بدي كورسات، بعلم البنات ازاي يعملوا مشروع من البيت. لان هي دي اصلا فكره مشروعي، ان المشروع هيكون من البيت علشان الولاد. يا سلام. يا سلام. طب ده موضوع كبير جدا لازم نتكلم فيه. فانا بدات مشروعي خالص من البيت بمعدات بسيطه خالص، وبعد كده بدات اكبره شويه شويه. بقى عندي دلوقتي اكاديميه بدي كورسات بقى عملي اونلاين. في فتره المدارس الكورسات بتاعتي بتكون اونلاين، لاني بشتغل تصوير اكتر علشان الخروج يكون اقل، البيت يكون فيه استقرار اكتر. ففتره المدارس اونلاين خلاص. تمام. الايام بتاعت الاجازه دي بقى دي احلى ايام بقى، دي بقى عملي ونزول. الاجازه بقى انا قلت فتره الاجازه، ولا قلت فتره المدارس دي احلى ايام؟ فترة المدارس. قلت فتره المدارس. هي فتره الاجازه بقى دي احلى ايام. نزول وطلوع وناس كتير بقى، وكورسات عملي والحاجات دي كلها. احكي لي اكتر. يعني انا عجبني قوي جمله ان انا بعلم الناس ازاي تعمل مشروع من البيت. فانتي واضح انك ابتديتي اوريدي تعملي مشروعك من البيت. اه سوري.
وبعد كده واضح ان الحمد لله الموضوع بقى شايفاه لطيفه، بقيتي تعلمي الناس. اه احكي لي يعني ايه بتعملي مشروع من البيت، وازاي بقيتي تعلمي الناس تعمل مشروع من البيت؟ ده حاجه اثرت فضولي جدا الحقيقه. قبل ما اعمل المشروع اللي من البيت جربت بره ان الشغل يبقى بره البيت اصلا. كانت بنتي صغيره جدا، انا كنت شغلي بيبدا 7 الصبح وعلى ما بوصل البيت خلاص بتبقى 7 بالليل، فالمده كبيره قوي. كنت برجع الاقي بنتي بقى تعبانه وجعانه ومفيش اهتمام فيها كويس. فقررت انه خلاص لا، مش هشتغل بره البيت، انا هشوف مشروع جوه البيت. يعني ما كانش عندي موهبه، ما كانش عندي شغف من الاول. يعني انا ما قلتش مثلا انا بحب الكيكس فانا هعمل مشروع، لا خالص. انا بداته من الاول ثانيه انه كبزنس انا هشتغل في الكيكات، حلو. وانا ما اعرفش عنها اي حاجه خالص. بدات بقى اجمع داتا عن الموضوع، اشوف ايه الخامات اللي بتتجاب في الشغل ده، بيتمشي ازاي، ينفع في البيت اصلا ولا لا، لازم مصنع كبير ومعدات غاليه ولا لا. لا خالص، ما كانش لازم كده خالص. انا بدات بمعدات رخيصه جدا، حاجات بسيطه، وكل بدايل غاليه شفت لها بدايل رخيصه وبدات اشتغل. اصلا بدايه مشروعي ده كان راس مالي 300 جنيه كانوا بتوع فيروز يعني بتوع بنوتي. بدانا نزلنا انا وهي سوا واشترينا المعدات البسيطه اللي هنبدا بيها، وبدات بقى اعمل واصور شغلي واشير شغلي. وبدا صحابي الاول، اشتغلت على صحابي طبعا والدايره المعارف القريبه. بعد كده بدات بقى اكبر شغلي، والشغل كان حلو قوي ومش منتشر في مصر. يعني شغلي مش موجود كتير في مصر بالفينش ده، بالشكل ده، بالالوان دي، بترتيب التفاصيل دي. الحاجات الهاند ميد دايما اهم حاجه فيها التفاصيل. طب وانت اتعلمتي ازاي؟ يعني انت قلتي لي انك ما كنتش اه تعرفي حاجه عن الموضوع خالص، دخلتي اشتريتي حاجات في الافريج، بس ايوه. اتعلمتي على النت؟ لا اتعلمتي اتعلمت اونلاين؟ لوحدي، وطبعا النت برضو يعني ليه فضل برضو كبير. بس انت بس علمتي اتعلمت نفسك لوحدي بنفسك؟ بالممارسه طبعا. بقيت اجيب انواع واجربها، اجرب اطعمه. دايما الكيك كان بيبقى شكلها حلو بس طعمها وحش، او العكس الكيك شكلها حلو قوي بس طعمها وحش، او العكس الكيك شكلها وحش او مش ما تتباعش، مش بتاعه بيع بس طعمها حلو قوي. ان انا اعمل ميكس بين الاثنين دي كانت شويه صعبه عليا، كانت محتاجه تدريب. الاول ظبطت الشكل، ان المنتج يبقى الفينش بتاعه شكله حلو، خلاص الشكل بتاعي بقى كويس يبيع، بس الطعم مش حلو. فبدات بقى اشتغل على الطعم، نعلي جوده الخامات، ندور على حاجات نظيفه، اعمل انا حاجات في البيت بالحاجات البيتي، طعمها اطعم، صحيه اكتر، انضف كمان. تكلفتها بتكون ساعات اقل، مش كل الحاجات البيتي تكلفتها اقل، تكلفتها بتكون اقل. على حسب الخدمه. على حسب بصراحه. في حاجات تكلفتها قليله بس الجهد بتاعها كبير، فبتحرق وقت. والوقت مهم جدا بجد في موضوع الشغل، الوقت بيبقى مهم قوي. والله احييكي على اصرارك، واحييكي على فكره البدايه ان هي فكره اه كرييتيف، مش ضروري حتى ان انا حاجه عارفاها او حاجه ما كنتش فاهمه اعرف فيها حاجه خالص. خالص. انت اشمعنى اخترتيها؟ يعني كنت بتحبيها زمان؟ لا كان شغفك؟ خالص جت خالص. انا صدفه؟ اصلا يعني في العائله يعني معروف ان انا ما بعرفش. يعني كانت مامتي او حماتي نفسهم في كيك عاديه بتاعه الشاي بتاعه البيت، اي يا تطلع محروقه يا تطلع نيه، يعني الوسط المستويه دي أساساً. عمرها. طب ايه برضو السبب اللي خلاكي تسيبي كل حاجه وتروحي للكيك بالذات؟ ما اعرفش الوانها. انا اصلا بحب التصوير قوي، يعني اكتر حاجه بحبها في شغلي تمام. التصوير. حلو. فالالوان، التصوير، التفاصيل الصغيره دي بتشدني جدا. فهي حلاوتها بقى احنا نقعد نعمل مجسمات، نقعد نعمل ورد. الحاجات دي هي اللي كانت حلوه قوي فيها. حسيتها حاجه ممكن روحي تطلع فيها. طلعت فعلا روحي. بحب الالوان قوي، بحب الون. يعني بعرفش ارسم بس بحب الون. في حاجة شدتني جدا جدا، فانتي قلتي ان انتي عملتي المشروع فحبيتي تعلمي البنات تعمل حاجة من البيت. فهل انتي بتعلمي البنات تعمل الكيك ده من البيت؟ فهي فكرة صح. كورسات، بتدي ناس كورسات ان هي تعمل الكيك اللي شكله حلو تمام. فكرتي طيب تعملي حاجات شبه كده للبنات، اللي هو يا جماعة اللي عايز يعمل مشروع من البيت ومش كيك، تمام، تعالوا انتي بتفكري في ايه؟ طب انتي بتحبي ايه؟ طب ممكن تشوفي تصوير، حاولتي تعملي حاجات شبه كده، ولا انتي خدتيها في الكيك بس؟ صح، هو الكيك ده بس وحياتي بحبه قوي، يعني ما اقدرش اطلع براه. يعني ان شاء الله افضل راضيه عنه كده كتير، مع اني انا اصلا روحي قصيره جدا وبزهق قوي. بقالي كام سنه شغاله؟ يعني دخلتي موضوع يعني الكيك بقالي كام سنه؟ بقالي قربت يكون بقالي 5 سنين ما شاء الله. بس ما كنتش اتوقع خالص اني هكمل. يعني انا بادئه بيزنس، مش اول بيزنس ابداه على فكره. عملت قبل كده بيزنس وكانت بنتي انا وهي سوا، هي انا المامي وهي البيبي، وكنت بعمل هدوم مامي وبيبي شبه بعض. حلو. فساتين نفس الالوان نفس القصه، انا وهي بقى كنا بنعمل من ده. وكنت بادئه برضو بمنتهى الحماس بس ما كملتش، زهقت وتعبت فما كملتش. هو ده الوحيد اللي لقيت نفسي فيه بقى.
لانه الحمد لله ما اقدر اشتغله في اي وقت، صبح ليل اي وقت اقدر اشتغله. حتى مع الدراسه، حتى تعالي مع بقى نرجع الدراسة، للدراسه. حتى مع الدراسه تقدري تعملي ده الصبح وليل؟ حتى مع الدراسه. انا انت اصلا تصحي توصلي البنوته المدرسه ولا بتعملي ايه؟ بنصحى طبعا من الساعه 5:30 الفجر. ده اللي انا بقوله. فانت أيوة. بتقولي ايه دلوقتي صبح وليل اللي هتشتغلي فيها دي؟ صح. واصلا نايمين من عزيز الساعه 4 مثلا ولا ما شاء حاجه. الله، الله اكبر. انا بشوف الناس صحابي معايا في الشغل بيجوا زومبيز، مش شايفين أيوة قدامهم بصراحة. مالك. اصلا انا صاحي 5 الصبح بوصل للمدرسه. صراحه بتعملي ايه بقى هنا في الحته دي؟ بص، هي الامهات كلها في الفتره دي بتتقسم نصين. النص الاولاني اللي هو بينام متاخر عشان الصغير، والنص التاني اللي بيصحى بدري عشان الكبير. وفي نص تالت يعني كده غلبان اللي هو بيعمل الاثنين، بينام متاخر وبيصحى بدري عشان الصغير والكبير. فانا في الفتره بتاعت المدارس دي ببقى الاثنين. اوكي. للاسف هي بس بتبقى صعبه شويه في حته التنظيم، النوم دي بتبقى مرهقه جدا خصوصا لو في شغل. فالشغل بيعوز طاقه وبيعوز دماغ رايقه. لا هي شويه بتاثر بتعمل اجهاد بس شويه. بس بقى اللي قلت لك حلاوه الشغل بتاعتي اللي انا بحبه شغل الكيك، انه ممكن اشتغله في اي وقت. يعني فيروز نزلت اقدر انام ساعتين 3 واصحى اكمل شغلي. فيروز جت ممكن اهتم بيها عادي، وخلاص خلصت اللي هي عايزاه اسهر تاني. يعني ملهوش وقت معين. بتعملي معاها الهوم ورك وبتعملي معاها بس ان انا سؤالك بقى كان ان انا اطلع من فكره ان اعلمهم حاجه تاني غير الكيك دي او لا. ممكن اعلمهم تصوير، ممكن اعلمهم يعملوا ايديت مونتاج، دي الحاجات اللي انا بحبها. لكن ان انا اطلع خالص من حته الكيك دي حاليا حاسه انه لا، انا حابه الموضوع. بيتعلميهم اونلاين ان هو يعني ازاي فكره الاونلاين؟ مش فاهم. الاونلاين بقى بيكون مش لايف، يعني بيكون مسجل. لان برضو الحته دي الموضوع الامهات برضو حلوه قوي. مواعيدنا بجد متلخبطه، مواعيدنا وحشه قوي مثلا. فهو بيكون مسجل تشوفيه باي وقت براحتك بقى، صبح ليل. تشوفيه وانتي واقفه وبتشتغلي تشوفيه، او وانتي قاعده تكوني فكره وبعدين تقومي تطبقي براحتك خالص. فهو بيكون مسجل مش لايف، وبيكون معاها بقى على طول تقدر ترجع له في اي وقت. وبنشتغل عليه من اول الخبز، من اول ما بنخبز الكيك لحد التغليف. يعني من اول ما بنكسر البيض لحد ما بنسلم الكيك للعميل. ده بيكون الكورس الاونلاين. ما شاء الله ما شاء الله. وانتي بتختاري المدارس اصلا يعني اخترتي المدارس او احنا بنختار المدارس على اي اساس؟ اختيار المدرسه دي بقى من وهي عندها 3 سنين. دي ليله بقى، اختيار المدارس دي ليله. جروبات المنطقه بتاعتنا وجروبات اوسع وجروبات امهات كبيره. يا جماعه رشحوا لنا مدارس، رشحوا لنا مناهج. ما هو برضو انا مش هختار مدرسه، انا عايزه منهج هنكمل عليه. رشحوا لنا مدارس، رشحوا لنا مناهج. وكل ما خلاص اعجبت بالمدرسه دي ننزل ايه رايكم، نلاقي ريفيوهات وحشه قوي، خلاص نشوف مدرسه غيرها. فموضوع اختيار المدرسه بيبقى صعب برضو قوي. الحمد لله اخترنا مدرسه تكون قريبه. لازم تكون طبعاً قريبة عشان طبعاً. الولاد بينزلوا بدري جدا، ممكن يقعدوا ساعة ساعتين في الباص على الصبح كده. دي بتدوخ وبتتعب قوي، بيرجعوا مرهقين جدا. فيقعدوا ساعة أو ساعتين برضو هم راجعين، فبرضو بتبقى مرهقة جدا يعني. فاخترنا مدرسة تكون قريبة، تكون المناهج بتاعتها سهلة، بعد كده في المستقبل تعرف تتعامل بيها صح. واخترنا كمان يعني البيئة اللي بتاعت المدرسة تكون بيئة كويسة. يعني على فكرة لو مدرسة حلوة قوي والبيئة بتاعت المدرسة أو الناس اللي في المدرسة مش حلوين، فأنت كأنك مش مدخل مدرسة. طبعا المدرسة طبعًا. اللي انت طبعًا. دفعت فيها جامد قوي دي أهم حاجة البيئة المحيطة بيهم، من أول المدرسين لحد الصحاب. تعملي إيه لو في الظروف المحيطة اللي انت بتحكيها دي فيروز مثلا لا قدر الله اشتكت من المدرسة متضايقة بتاع؟ هو وارد والأطفال على فكرة بيدلعين قوي، بيتدلعوا قوي، خصوصا اللي هم كانوا وحيدين دول. فيروز لحد من قريب قوي كانت طفل وحيد، يعني ما عندهاش اخوات، فهي دلوعة قوي. بسمعها وما بغلطهاش خالص في نفس الوقت، بسمعها قوي وابدا اديها اعذار كاني الشخص اللي ضايقها. طب يمكن يا فيروز كانت قصدها كده، طب التيتشر يمكن كان قصدها كده، يمكن صاحبتك ما كانش قصدها خالص تشدك من شعرك، يمكن ما كانش قصدها يعني هي شدت بالفعل، بس بنحاول التربيه الحديثه والتربيه الايجابيه لازم هديها، ما هتروح تشد صاحبتها من شعرها. يا واحده ايه رايك في موضوع التربيه الحديثه اللي احنا بنسمع عنها والتربيه الايجابيه؟ انا لسه يعني مش انا لسه ما اتجوزتش. أيوة. فانا بشوف الموضوع من فوق بس ملاحظ ان فرق التربيه فرق جدا جدا بين ان ما انا تربيت او يعني اهلي اتربوا والحاجات بقى اللي انا بشوفها التربيه الحديثه والنوتي كورنر ومش عارف ايه. يعني يمكن كان عندي اوضه فران وانا صغير كنت بخاف منها، بس يعني لا حسيت ان الموضوع اختلف كتير دلوقتي. فانا عايز اعرف رايك في الموضوع ده. موضوع التربيه الحديثه دي تقريبا بجد في حق الاطفال احسن حاجه اتعملت. احنا ككبار
في حاجات واحنا صغيرين ضايقتنا واثرت علينا، معاك. فبنحاول نتلاشاها مع اولادنا، بس كده. هي دي التركية. اسالك سؤال وتردي عليا بصراحه. تمام. انا عارف ان اكيد ده للاطفال بيرفكت. تمام. انت كأم بتستحملي ضغطك، بيستحمل انك توصلي بكونسبت التربيه الحديثه؟ مش بتحسي ان هو لا مش قادره تمام. خلاص؟ ما هي بحدود برضو. مش لدرجه اللي هو الدلع الماسخ ده، لا بحدود. ان يعني لا طبعا ما بستحملش. هو انا مش معترض عليه، انا بس بسأل. فهماك. ايوه انا فهماك. ما هي كل حاجه برضو ليها حدود. خليني في الحدود اللي هو ما افورش برضو قوي، اللي هو اكلمها وانا عامله لها كده وما ينفعش ازعق لا، برضو في حدود في التعامل، بس مش حاجات تاذي النفسيه. بس احنا بنقلل الحاجات اللي بتاذي النفسيه. ده كده ده مش معترضين على هي ده. دي بس احلى حاجه اتعملت، ان هم بداوا يخاطبوا الامهات بالذات الجداد اللي هم مش عارفين ازاي هيتعاملوا مع الطفل اللي جابوه في الدنيا ده. فهم بداوا يعلموهم ازاي يتعاملوا معاهم بطريقه سويه، ان هو يطلع طفل سوي. الضرب بالنسبه للبنات مش عادي. البنات اصل انا لسه الولد عجبتني صحيح. والله قعدت افكر اشمعنى البنات، اللي هو كنت لسه بفكر ثواني. ملكات اصل بجد. في لا والولاد طب ما فيهاش حد يتضرب اصلا. سيبك من الولاد دول على فكره، الاثنين ما يتضربوش. ايه ده حلو. هو انا الله يكون في عونك يا عزيز. ما انا كاظمه غيظي بقى بقالي 7 سنين. عزيز جه خلاص. لا عزيز لسه جديد. انا لسه ان انا اتعامل مع ولد لسه مش خبيره فيها قوي. بس في صوره قديمه كده للبنات وللستات ان هم الضرب عادي لا البنات ما بيتضربوش برضو. ولا الولاد بيتضربوا الاثنين ما بيتضربوش يا قمر. دلوقتي بنت. ماشي يعني ثانيه واحده يعني مش هتضربي قمر وهتضربي عزيز؟ لا انا لسه سوري مش هتضربي فيروز وهتضربي عزيز. لا طبعا بعد الشر، ده الدلوعه برضو. طيب يعني بس انا لسه مش حاطاه في حساباتي خالص لانه لسه عنده 5 شهور. الله اكبر ما شاء الله. ففي رولز كده في التعامل يعني برضو ايه، ما ينفعش نتفه من اي حاجه حساسه. انت سالتني من شويه لما بتيجي من المدرسه زعلانه حد ما ينفعش نتفه من ده. نحاول ندعم بس نفسيتها لحد ما تستقر. لازم ندعم نفسيتهم ونكونها لهم من غير تشويه لحد ما يستقروا، وخلاص بقى نبدا نتعامل. انت خلاص انا فهمت كل حاجه، بنعرف نتعامل مع بعض، وكل الخطط بتاعتنا ظبطناها، ظبطنا الاساسيات. بعد كده بقى في عوق هتبدا التربيه الحديثه تتلاشى لورا شويه يطلع بقى الشبشب بتاع التربيه ايه اللي مش حديثه. التربيه القديمه. فانا خلاص حطيت لك الطريقه بتاعت التعامل. خلاص التربيه بقى خلصت. هيجي بعد كده بقى ان احنا هنتعامل مع بعض ازاي بقى. حلو. حصل اي حاجه في الحاجات اللي احنا حاطينها لنفسنا دي، لا مش هيكون في حديثه خالص. هيكون بقى في عقاب، في حاجات بس مختلفه. بس انت شايفه ان التربيه الحديثه بيجيب نتيجه او نتيجتها يعني سو فار تمام؟ طب في سؤال مهم جدا كنت عايز اساله لك. ايه رايك في جروب المامز؟ مين ما كانش نفسه يتطبق؟ يعني ما كانش نفسك تطبق عليك التربيه الحديثه دي ولا لا؟ كنت اكيد هبقى متدلع زي طبعا الحقيقه. ايوه بس هي دي البوينت، ان احنا بس بنحاول الحاجات اللي كانت بتضايقنا نشيلها وما نحطهاش فيهم. معاكي جدا 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 صح. يلا جروب المامز. انا بس دخلت جروب المامز ده من 2 سنين. يعني بنتي في المدرسه بقى لها 4 سنين 2 كيجي، وهي دلوقتي في جريد 2. فاحنا دخلته بس من 2 الحمد لله. دخلته متاخر. هو بصراحه مفيد جدا. يعني بص بقى انا كنت فاكره اني هشتم فيه. لا انا ما اعرفوش والله، انا سمعت عنه من بره برضه. هو مفيد جدا. ايدي ورجلي وعيني في المدرسه. انا ما بروحش المدرسه وعندي كل اخبار المدرسه وكل حاجه. هو انا ما بجيبش كمان هدايا عيد الام. جروب المامز بيجيبوا هدايا عيد الام ويوزعوا ثمنها علينا. فهو بجد حاجه مفيده جدا. بنتناقش فيه في مشاكل الولاد، في مستوى المدرسين. فهو جروب المامز حاجه تحفه. بس لما برضو ما يطلعش عن الحدود ويأفور بقى، يبداوا يتخانقوا، بنتك بصت لبنتي، بنتك بتتريق على شنطه بنتي، لا كده بيبقى وحش. في بيحصل ده طبعا بتحصل طبعا جدا. بس هو كفكرته والله هو مفيد قوي. مفيد كمان للأمهات اللي بتشتغل. يعني بسبب شغلي ما بقدرش أكون موجودة بشكل أساسي مع فيروز يوميا في المدرسة. أروح واجي في المناسبات عشان نهادي المدرسين، لا ما بقاش موجودة على طول. فهم بصراحة المتطوعين اللي في الجروب لا عاملين كل ده وكاتبين أسامي بنتي كأن مامتها كانت موجودة بالظبط. فهو بصراحه تحفه. انا بحب جروب المامز. ده لطيف جدا. واضح انك كنت بتحبي المدرسه وانت صغيره. انا يعني وانت بقى طالبه، سيبك من انت وانت كنت طالبه كنت بتحبي الدراسه. كنت بحب طبعا واضح. كنت بحب المدرسه. بس بنتي ما بتحبش المدرسه.
هي طب. بتحب المدرسه عشان تنزل تشتري السبلايز بس. لحد هنا احنا بنحب المدرسه، بعد اول يوم مدرسه خلاص زهقت. بعد خلاص. طب هنفهم ليه؟ طب ايه اللي بيضايقها من المدرسه؟ طبعا الالتزام، فكره ان التلفزيون بيطفي، التليفون بيتشال، فكره النوم بدري، كل ده بيخليها ثواني. تخاف من المدرسه اصلا. ثواني، يعني هي مش بس مم. انا كنت فاكر ان هي مش بتحب تروح المدرسه، لا دي آه. مش بتحب اجواء صح. الدراسه، دي مش بتحب الباك تو سكول اساسا. الروتين الشتوي ده بتاع الروب وهننام بدري وخلاص البيت بيقفل كده وريحه العيش الفينو بتنتشر في المكان. هي الاجواء دي هي ما بتحبهاش فعلا، لان هي بقى خارجه منين؟ من الاجازه. طبعا. سهر، موبايلات، خروجات، كل حاجه مفتوحه. فكل حاجه الدنيا اتقلبت بتقفل. نقيض للعكس. طب ما الله يكون في عونهم الدنيا يا جماعه، ما بتقفل. لازم يعني احنا بقولك احنا بنزعل. لا وبتصحى بدري جدا، يعني بنصحى الساعه 5:30 للمدرسه، وهي فيروز نظام مدرستها بترجع تقريبا الساعه 5. ايه ده متاخر جدا. انا عارف متأخر. انهم بيرجعوا 2 3 لا. على حد علمي. نظام مدرسه فيروز بترجع الساعه 5. اوكي. فهي بتبقى مجهده قوي في الفتره دي، بس خلاص بقى بترجع، بيبقى في مذاكره حاجه بسيطه، مش وقت طويل قوي وخلاص. ففي حاجه مهمه جدا جدا يعني محتاجه اكلمك فيها، ان الام دي بني ادمه. الام اللي سواء بتشتغل او ما بتشتغلش، اللي عليها هدك الولاد وعليها مسؤوليه التربيه وعليها ان الولد بيزعق او في مشاكل في الحضانه او في المدرسه، فجاه يعني مش عارف ايه هي ايه، مش بتزهق، بتجيب اخرها، بتجد بني ادمه فصل غصب عنك. سيبك بقى من التربيه. عايز تنكش في الجرح ولحظات الانهيار. انا اسف. أيوة. مش جرح ولحظات انهيار. بس انا عايز اشوف البني ادمه دي، الام دي لما بتبقى قفلت على نفسها الاوضه بقى ان هي بني ادمه مش ام، بتحليها ازاي؟ بتعدي ازاي؟ بتفضلي تعيطي وتطلعي ولا بتتحل؟ طبعا اسهل حل هو العياط. انا اسف والله مش قصدي كده، بس عايز اعرف بتعملوا ايه بجد. العياط طبعا ده تحفه جدا. ده حل. العياط 7 فوائد. طبعا باللحظات الانهيار كتير، لحظات الانهيار كتير جدا، خصوصا مع ضغط الشغل وطبعا البيت. وجات عليا فتره من الزمن كده كنت انا كمان بدرس. انا بدرس وعندي ولاد وكمان عندي شغل، ما شاء الله. ففعلا في لحظات انهيار كتير قوي بتتحل بأبشع الطرق. بس يعني الحلو، يعني احسن حاجه ان الانسان يطلعها من نفسه انه يبقى بيرجع لصوابه بسرعه. انت عايز تعرف بنحلها ازاي يعني؟ لا حلوه يرجع لصوابه بسرعه دي. كملي. يرجع لصوابه بسرعه ازاي؟ ما تدينا حلول. ما سلمش نفسي وادخل نفسي في القوقعه بتاعه الاكتئاب والعياط دي كتير. وطبعا انا معرفه نفسي ده، كل الامهات زيي، كل الامهات بتعاني، كل الامهات مضغوطه، كل الامهات بيجي لها لحظات انهيار ولحظات عياط، وكل الامهات بيرفعوا الشبشب عادي، مش عيب، عادي ممكن تستخدمي الشبشب يعني تخوفي. وبعد كده يلا ننزل ناكل، يلا ننزل يلا ننزل ناكل، يلا ناكل. صح. ولازم انا فعلا اكتر حاجه بتهدي نفسيتي ان انا ما اقعدش مده كبيره ما اكلش الاكل اللي بحبه. والله بجد كل واحد لازم يكتشف الحته اللي بتبسطه. لا ما اقدرش اقعد اكتر من اسبوع 10 ايام ما نكونش كلنا حاجه حلوه، سماش برجر كده وحاجات. بصالح نفسي بالاكل. بصالح نفسي جدا بالاكل جدا. أيوة. يعني بس وبنبدا تاني. ولازم برضو يعني بتعصب على فيروز كتير، بنتخانق سوا كتير، يعني بشوف منها حاجات تزعلني منها قوي. يعني انا باذله فيكي مجهود وشقه، انا شقيت فيكي بعيدا عن الماديات، انا تعبت فيكي. فلما بلاقي خناقه بيني وانا وهي والمستوى ينزل بينا قوي كده، دي برضو من اكتر الحاجات اللي بتزعلني، ان احنا نتخانق مع بعض. لازم معوداها ومعوداني نحب، والله بجد بعيدا بجد عن المثاليه، ان مهما اتخانق معاكي، مهما اشتمك، مهما نوصل لحته وحشه، انا بحبك كده كده، انا بحبك كده كده. وبنتخانق، زعقتلك، ما عجبتنيش تصرفاتك، عاقبتك، بس حته بحبك زي ما هي. اللي بيجي بعد كده بنحله، وبنوصل لمراحل سد كتير قوي، وفي الاخر الحمد لله لازم نقعد ونتراضى. لازم اراضيها برضو يعني. وهي كتير قوي برضو لما بتلاقي نفسها جت عليا وضغطتني او ما بتسمعش كلامي، مش فهماني، مش يعني حاجات من دي، بلاقيها جايه تقول لي معلش يا مامي، سوري يا مامي. يعني الحاجات اللي انا بعملها لها هي كمان لما بتلاقي ان هي ضايقتني هي بتعملها لي. فاهمك. بترد لي دايما اي حاجه حلوه عملتها لها. يعني في لحظات الضعف بتاعتي انا ببقى وحشه، بس لما بنتصالح خلاص برضيها، بقول لها اعذاري انا ليه عملت كده. فهي كمان لما بتزعلني
تيجي تصالحني انا يعني بقول الحمد لله ان احنا مؤسسين علاقتنا صح. لا بس انتوا بساط بصراحه، يعني انت يعني بجد انتوا بساط قوي. يعني انا حسيت ان الحياه هتقوم وتقعد وبتاع، لقيتك لا يعني لا. عياط واكله حلوه والحياه بنات، هي البنات حلوه كده. برضه احنا لسه في العنصريه، احنا لسه في حته العنصريه. البنات بجد البنات حلوين وسهلين وطيبين وحمالين لا بس اسيه. عجبني لما قلتي قوي اللي هو في عايز ايه؟ اصل احنا مش فينومز يعني. ردي. البنات. احنا كده قلبنا عنصريه، الحلقه راحت خالص مني. البنات. لا هي بالعكس، لا هي العنصرية قمر كلها عنصريه ناحيه بتبقى البنات للولاد. زياده بصراحه. ازاي؟ الواض، ما شفتش انت عايزه الواض السند؟ بس احنا دلوقتي شايفين ان العنصريه قلبت العكس، العنصريه طبعاً، بقت البنات اكتر بنات، كتير أيوة كتير. وانتوا بصراحه جايين عليكم في كل حاجه. انا حصل أنا عارفة والله ده. العظيم. انتوا جايين علينا قوي. ايوه. القوانين كلها ضدكم، حتى الامهات بقت ضدكم اهو. حتى الامهات بقت ضدنا. تمام، طيب يلا. بمناسبه الامهات اللي ضدنا، عجبني لما قلتي لي ان انا ما سيبش نفسي قوي لفتره الداون والزعل عشان انا عندي مسؤوليات. بجد بجد يا قمر، بغض يعني بعيد عن المثاليه، اطول وقت قعدتي فيه عامله داون وانتي طلعتي ازاي؟ هقولها لك مره بهزار ومره بجد. موافق. اسرع وقت بهزار، وعلى فكره ساعات بيبقى حقيقي قوي، مده الدليفري اللي هيجي لي فيه ساندوتش يصالحني. ماشي. خلاص انا اتضايقت ودخلت وزعلنا، ناكل حاجه حلوه ونعدي خلاص. الليله ونعدي دي الحاجات المشكله البسيطه. وخلاص. لا الحاجات اللي مش بسيطه بقى، اللي هي في كلاينت اتخانق معايا او انا قصرت معاه في حاجه، دي برضو بتبقى حاجات بتزعلني قوي. انا ببقى شايفه نفسي حلوه وصح، بتخليني اشوف نفسي فاشله قليله، حاجتي مش مظبوطه. فدي بتاخد وقت بصراحه، اخدت معايا وقت يعني. قعدت مده كبيره، قعدت سنه كامله. فاكره كلام كلاينت قالتهولي، وكان والله ساعتها انا مظلومه، هي بس اتعاملت مع الكيك غلط. انا ببقى مبردها قوي عشان تستحمل المناسبه، مش شد عليها في التبريد عشان ما تسحش يعني عشان اشرفك في المناسبه. فهي قطعتها فورا، فكانت تقريبا متلجه من جوه، بارده قوي. فكان لما كلمتني انا زعلت قوي وشفت نفسي اني غلط واني فاشله، وفضلت سنه كلامها مأثر معايا قوي. حاولت كتير ان انا اتجاهل الموقف، انسي نفسي الموقف. بصراحه فضل معايا مده كبيره قوي قوي، لحد ما بعدها بمده هي طلبت مني تاني. والله طلبت مني، هي كانت تطلب مني على طول. طيب خلاص يعني سبحان الله، هي صالحتني من غير ما تحس يعني. ده افتكر ده يخلينا نثق في نفسنا اكتر. ده يخلينا اثق في نفسي، واثق في شغلي، واثق في حاجتي، فاهمه؟ عشان كده يعني هنتهز الفرصه واطلب منك نصيحه مهمه جدا تنصحيها لحد بيبدا مشروع، ونصيحه تانية لحد اوريدي عنده مشروع وبيقابل ازمات كده. عند حد بيبدا طولة البال، لازم يطول باله قوي. فكره المكسب السريع دي مش هتيجي في ثانيه، يعني مش هيكسب في ثانيه، مش هيكون شبكه عملاء في اسرع وقت. لا، بيعوز وقت وصبر وشويه صرف وراس مال، بيعوز كده. فاستعجال النتائج هيبوظ خالص. اولا هيخليني من جوايا مش هاديه كده ومستقره، حاسه اني هو انا اتاخرت ليه، انا عامله ايه غلط، وافضل. لا، استعجال النتائج غلط. مش هستعجل النتائج، اصبر قوي واثق في نفسي، واصور شغلي حلو. تصوير الشغل اهم حاجه في الشغل، لان تقريبا شغل الاكل او شغل الكيكات طريقه عرضه هي الصور. يعني احنا شغلنا عباره عن صوره. شوف الشغل مرتب نظيف، فببدا اتجرأ اني اطلب. هو مش في الاكل بس بصراحه، هو اي برودكت، يعني اي برودكت انت بتبيعيه، فكره انك تصوريه صح ده مهم جدا. تصوير الشغل حلو بيفرق قوي في الشغل، اكل لبس اي حاجه صحيح. بس كده. والصبر طبعا، ان هم يصبروا، لان بصراحه اي مشروع في اوله شويه بياخد وقت كتير، خصوصا لو كمان بادئينه من غير خبره، فبياخد وقت اكتر. فكره انك كمان بتكتسب الخبره جوه مشروعك ده اصعب كتير. دي كمان بوينت خلتني اعمل الكورسات بقى. اني انا لما بدات خدت وقت طويل قوي على ما استقريت في شغلي. لا، فانا اللي هيبدا بقى انا كنسلت له الحته دي كلها. فانت الوقت بتاع التعليم ده انت ما خسرتهوش، انت وفرته واستثمرته حلو قوي. الله ينور عليكي. وخدت كمان انت بقى كده واثق في نفسك وانت بتبدا، لان انت معاك كل الاساسيات الصح. لو عملت حاجه وما عجبتش حد، اعرف ان هي صح، بس هي ما عجبتش ذوقه، بس انت واخدها صح. هو ده الثقه اللي بنقول عليها. فتبقى طبعا صح. فوقفتك على ارض صلبه وبدات. يعني مثلا بدل ما تقعد سنه تتعلم، فانت لا 3 ايام بس او يومين،
وبتبدا اصلا تبيع خلاص. ما شاء الله. بس ف دي النصيحه بتاعت الشغل. النصيحه التانية انت قلت لي ايه؟ طب لو حد هو شغال زي ما انت كنت شغاله وحصل له لا قدر الله اي داون في الشغل، مشكله زي اللي انت حكيتيها، فيدباك غلط، صح. اكيد مش عايزينه يقعد أكيد. السنه الاكتئاب اللي انت آه. قعدتيها، فننصحه ازاي يعدي مشاكله بغض النظر عن الثقه يعني. عشان ما تحصلش اصلا مشاكل مهم. لازم يرتب الاولويات بتاعته، الترتيب والورقه والقلم. انا بقولهم طول ما انا ماشيه لاي حد والله، سواء بيشتغل في الكيك او لا، الترتيب والورقه والقلم. العشوائيه وحشه قوي، ان انا ابقى عايشه كده مش عارفه انا عندي مخزون ايه، مهم. مين جاي لي، تسليماتي ايه، هتبوظني يعني، هتبوظ لي ترتيباتي كلها، واي مجهود بعمله بيقع في ثانيه. فمحتاجه ارتب، ومحتاجه كمان امشي بالورقه والقلم، لان دي اكتر حاجه اثرت عليا في بدايه شغلي. انه كنت ببقى واقفه شغاله خلاص بفنش، واكتشفت ان حاجه مهمه خلصانه مش موجوده. فطول ما انا معايا ورقه وقلم، اول ما حاجه تخلص اكتبها. تشيك ليست كده. اي حاجه انا عايزاها اكتبها، اي ديزاين معين في دماغي اكتبه، مهم. اي حاجه نفسي فيها، اي حاجه تخيلها اكتبها، لان انا بنسى. فبتحددي اولوياتك بالكتاب. وشغل التفاصيل بينسي، يعني انا شغاله بحضر تفاصيل، فدماغي فاضيه خالص للتفاصيل، فالشغل ده بيخليني اي حاجه تانية انساها غير ده. نصيحة تانية جدا، بما انك انت يعني الام وصاحبة العمل، احنا اتكلمنا في نصائح الشغل، وانت كنت كمان قايله لي انك مش بتعلمي البنات تعمل كيكس بس، بتعلميهم يسوقوا كمان لشغلهم زي ما انت سوقتي. مظبوط. بيسوقوا اونلاين وبيسوقوا اوفلاين. ازاي يصوروا صح، ازاي يسوقوا صح. يعني ممكن تبقى بقالها مدة تعبانة على شغلها بس مش متشاف صح. حقيقي. ازاي تظهريه بأحسن صورة بقى، وايه الكلام اللي تقوليه، ازاي تتعاملي مع العملاء. ما شاء الله. ازاي كل الحاجات دي عشان تطلعي في الآخر مشروع دي اسمها مرتب. خدمة ما بعد البيع، يعني انت بجد. بتعلميهم ازاي يعملوا انا معايا البرودكت بنات وكمان بقالها 4 ازاي يسوقوه. سنين، الله بقالهم أكبر. 4 سنين معايا لحد النهارده. لو جالهم حاجه جديده عليهم، حاجه اكبر، بيسالوني تمام اتعامل ازاي، ارد ازاي، اسعر ازاي. كمان موضوع تسعير الشغل دي عامله ازمه كبيره في اي مجال عامه. برضو بعلمهم ازاي يسعروا صح، ما يظلموش نفسهم برضو، وفي نفس الوقت ما يأفوروش، يعني ما نأفورش في المكسب، عشان نظبط سعر المنتج بحيث يكون مناسب، فابدا ابيع واتشاف، ابدا اعمل جمهور يعني. عاش جدا جدا جدا. افتكر ان شاء الله يعني في كتير من اصحاب المشاريع يكونوا سامعين وبيكونوا يعني فاهمين كمان ايه المشاكل اللي بتواجهنا وازاي نطلع منها، فيا رب نعمل بالنصيحة. يا رب. وعشان النصيحة مهمة، اديني او عايز منك نصيحة بقى كأم، احنا اتكلمنا في موضوع البيزنس. عايز كأم نصيحتك للأمهات وهم داخلين على سيزون الباك تو سكول، وهو ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. نعمل ايه في العودة او نصيحة الأمهات إلى الدراسة؟ اولا لازم نبدا قبلها بوقت، عشان الحته الفوبيا بتاعت فيروزي تتكنسل بقى. اللي هو قبل المدرسه الدنيا بتضلم ده، لا ممكن قبل المدرسه بوقت ناخد وقتنا نجمع، واحنا نازلين نشتري كل فتره حاجه بسيطه، ونبدا نأهل لسحب التليفونات وقفل التلفزيونات بقبلها بوقت كفايه، مش مره مهم. واحده نطفي عليهم النور كده. ثواني، انت بتسحبي التليفون خالص في الدراسه وبتقفلي الحمد لله انا سحبت التليفون من فيروز بقالي سنين، يعني هي كانت ماسكاه شويه، فضلت متعوده عليه، والحمد لله ده اكبر انجاز عملته في حياتي، اني سحبت التليفون من بنتي. سحبت التليفون من فيروز بقالي سنين، ودي يعني اصح حاجه عملتها لمصلحتها. احييك انك عرفتي تعملي كده بصراحه. كانت صعبه في الاول لان كنا وصلنا لمرحله ادمان وعياط، فانا بقيت ازعلها على نفسها. شفتي انت وصلتي نفسك ليه؟ انت بتعيطي علشان موبايل يا فيروز، وبدات تخوفها انه فعلا اثر عليها. ده بجد مش قادره اقول لك اثر على الانتاج بتاعها قد ايه، دماغها، استقبالها، التعامل في البيت بقى احسن. يعني هي ساعات كانت تبقى ماسكه الموبايل، هي مش سامعاني ورايحه تنفذ الاوردر اللي طلبته منها وراجعه باوردر تاني خالص. فاكبر انجاز في حياتي بجد اني سحبت التليفون من بنتي الحمد لله. ففتره الاجازه شويه بتفلت مننا، ممكن بقى يبقى في تلفزيون، يوتيوب بتاع التلفزيون، مسلسلات، الكلام ده كله، بس الحمد لله برضو التليفون مسيطره عليه على قد ما اقدر. فلما باجي افصل ده قبل المدرسه مباشر بتزعل قوي. لما بقيت امهد لها قبل المدرسه بوقت كافي، فيروز المدرسه قربت، عايزين نخفف شويه، عايزين نتعود على النوم بدري شويه كده، بقت هي تساعدني وبقى الموضوع يبقى اهون شويه. دي اكتر نصيحه اقول عليها، ان احنا نبدا بدري في التحضيرات وفي الخطوات وفي اي حاجه هنعملها. بس
احسنتي جدا جدا. لا انا قاعد منبهر ومبهور، مش هكدب عليكي بموضوع صاحب التليفونات وبتاع. يا ريت كل الناس أنا تعرف بصراحة تعمل. انا كنت بشوف يعني كوارث الام بس بتشيل التليفون أيوة. وصريخ وصوت، وبحس ان الدنيا موضوع بتتقلب. التليفون صعب جدا. ففكره ان الام ما شاء الله عليك، الله اكبر بجد، انك عرفتي تسيطري تعملي ده وماشيه معاكي، بجد احييكي جدا جدا اصل جدا. انا كنت مامي، انا مامي وانا عندي 18 سنه. الله اكبر ما شاء الله. ياه بجد. فانا ما كنتش عارفه ان هو حاجه غلط، ما كنتش عارفه اسيستم حياتي ازاي مع فيروز. انت احسن نموذج يبقى معايا النهارده في عد يومك مع الباك تو سكول. انت عندك 18 سنه. كان عندي 18 سنه. الله اكبر ما شاء بدات الله. اخد اصلا كورسات في مجال التربيه ده ومجال التغذيه كمان بتاع فيروز. وبدات اشوف اكلها صح ازاي، نتعامل مع بعض ازاي، لان 18 سنه هو حرفيا مش صفر، ده سالب بالسالب خبره وتعامل مفيش، لحد ما حياتي بقى انا وهي اللي بدات تعلمني. سبت لها التليفون اوكي، بس شفت نتائج وحشه فشلناه. خليتها تجرب كل حاجه، وانا وهي بنجرب سوا بقى، نتائج حلوه بنكمل، نتائج وحشه بنوقف بس. والله يعني بجد شكرا جدا 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 على الحلقه الجميله، وشكرا على النصائح الكتير اللي انا شايف ان هي يا رب تفيد الناس على المجال الشخصي في التعامل مع ولادنا او التعامل مع الدراسه، وعلى مجال العمل في مشروعك. ما شاء الله الله اكبر، انت عامله مشروع ناجح جدا من البيت، والحمد لله انت من الناس اللي بجد بحييهم، وبجد مبسوط قوي ان انت مش عشان انا نجحت في حاجه فانا مكمل فيها بس، لا انا نجحت في حاجه مكمل فيها وبعلمها للناس وبعلمهم ازاي يسوقوا لها. فبجد انا بحييكي جدا على ده والله من قلبي، مش كلام قدام كاميرا. شكرا ان كنتي معايا النهارده جدا. وفي نهايه حلقتنا عايزين نهرب من يعني برضو بعبع الباك تو سكول، وانا والله بتخض من الباك تو سكول. الشوارع بتتغير زي ما قمر بتقول، ريحه الشوارع بيبقى فين، وفجاه الموضوع بيختلف، بتحس ان احنا داخلين على يعني فيلم رعب. الموضوع برضو بسيط، اتكلموا مع ولادكم، وحتى لو ولادكم صغيرين مهدوا لهم واحدة واحدة. مهدوا لنفسكم قبل ما تمهدوا لولادكم، بلاش تيجوا على نفسكم قوي، بلاش تقوقعوا نفسكم. كل الأمهات بتعاني نفس المعاناة. ربنا معانا جميعا، ربنا معاكم، ربنا يقويكم، ربنا يقوي كل أم وكل أب على الدراسة وعلى التعامل مع الولاد. ربنا يخليهم لكم ويبارك فيكم. ومعادنا ان شاء الله الاسبوع الجاي في حلقة جديدة من عد يومك. شادي صالح.